الفايبروميالجيا، المشكلة اللي بتواجه ستات كتيرة جدا، وبيكونوا مش عارفين يتصرفوا معاها ازاي، ومش فاهمين بتحصل ليه. ولو رحتي عملتي تحاليل هتلاقي مفيش اي حاجة. عضلاتك بتوجعك، لو خدتي بايوبسي، لو خدتي حتة من عضلاتك وحللتيها هتلاقي مفيهاش اي حاجة. مرض عجيب وغلب الجميع، فتعالي اكلمك عنه النهاردة واعرفك ازاي تعالجيه بالاكل وباللايف ستايل. يلا بينا. بصي بقى، لو انتي بيبقى عندك على طول تعبانه، تصحي من النوم تعبانه، لو رحتي الجيم واتمرنتي النصف العادي في 3 4 ايام، ممكن يقعد معاكي الوجع اسبوع. اي وجع مهما كان بسيط او خبطه مهما كانت بسيطه، بتحسي ان الامها غير محتمل. كل حاجه صعبه، على طول في اكتئاب، على طول في عدم تركيز، الذاكره مش احسن حاجه. الاعراض دي كلها ممكن تكون من اعراض الفايبروميالجيا. طب ايه هي الفايبروميالجيا عشان نفهم، او ليه بتحصل بس ما بتبانش في التحاليل؟ دلوقتي احنا عندنا الدماغ فيها الهايبوثالاموس، والهايبوثالاموس دي بتدي الأوامر للبيتويتري أو للغدة النخامية في حالة إن مثلا حد، في عندنا جهاز سمبثاوي وجهاز باراسمبثاوي. الجهاز السمبثاوي ده بتاع الخطر، لو انت في مثلا كلب بيجري وراكي، الجهاز السمبثاوي ده هو اللي بيشتغل، بيعلي الكورتيزول، بيعلي الأدرينالين، بيخليكي في حالة تأهب وفي حالة خطر. ده الوضع الطبيعي. بعدين لما خلاص الوضع بيروح، بيرجع كل حاجة في الجسم يتحكم فيها الباراسمبثاوي أو الجهاز التاني اللي هو بتاع الهدوء. المشكلة اللي بتحصل في الفايبروميالجيا إن اللي بيبقى مسيطر طول الوقت هو الجهاز السمبثاوي بتاع الخطر. على طول الكورتيزول عالي، على طول الأدرينالين عالي، فالجهاز العصبي على طول هو واخد وضع تحفز. انت متخيلة لو انت خايفة وحد لمسك هتتوجع جدا، فجهازك العصبي على طول واخد وضع التحفز ده. هو ده كده بالبلدي الفايبروميالجيا. لما الجسم بيكون على طول في حالة التأهب دي، ممكن تلاقي ان مستوى السكر في الدم ارتفع، فحد مثلا يروح للدكتور يديله دواء سكر. الضغط عالي على طول، ندي دواء ضغط. عندي حساسية، ناخد دواء حساسية. ما بنحلش المشكلة الأساسية، فبتفضل المشكلة موجودة. والأعراض اللي هي بتدل ان في مشكلة محتاجة تتصلح بنسكت الأعراض دي. طيب لما يبقى الكورتيزول طول الوقت في الجسم عالي، بيبدأ يسحب الدم من الأمعاء، يعمل ارتشاح الأمعاء. الدم يتسحب من الامعاء، جيتي اكلتي الاكل ده فيه مغنيسيوم وفيه فيتامينز معينه جسمك محتاجها، الامعاء ما تعرفش تمتصها، نقص الفيتامينز دي يعمل مشاكل كتيره جدا. يعني حاجه زي المغنيسيوم مثلا، الم العضلات، لو المغنيسيوم قل عضلاتك على طول هتلاقيها شاده كده وتعبانه. فيتامين دي، فيتامين بي، الحاجات دي كلها تبدا امتصاصها تقل، فتبان اعراض اكتر من اعراض نقص الفيتامينات دي. كمان حمض المعدة يبدأ يتأثر، فالناس جرثومة المعدة على فكرة موجودة عند ناس كتيرة جدا بس ما بتديش أعراض. طب انت بقى لما حمض المعدة عندك يبدأ يتأثر، تبدأ جرثومة المعدة تقوى وتبدأ أعراضها تبان ومشاكلها تبان. فمن الآخر، هو مرض عصبي، والمرض العصبي ده ناتج عن إن الأعصاب على طول متحفزة. الأعصاب دي هي بتتحكم في كل حاجة في الجسم، فأي ألم، أي حاجة مهما كانت بسيطة بتزيد قوي، ورد فعلها بيزيد قوي بسبب الاسترس اللي احنا فيه طول الوقت، وبسبب ان الامعاء مش عارفه تمتص الفيتامينز اللي ليها وظائف كتيره في الجسم، فتدخلي في الحاله دي. طيب نيجي للعلاج. دلوقتي هنتكلم عن العلاج. اساس المشكله من النقطه الاولانيه كده بتاعتها، لو بصينا عليها هنلاقيها بنسبه مثلا 80% من الامعاء. اكلك بيكون غلط، بتاكلي حاجات فيها جلوتين كتير، بتاكلي اكل مصنع كتير، فالامعاء منهكه، فبتبدأ تعمل الايرور بتاع ان امتصاص الفيتامينز ما يزيدش، ده غير اصلا الم الامعاء في حد ذاته. تمام، فاول حاجه مهم جدا نقطع السكر الابيض، مهم نقطع الجلوتين، مهم نقطع اي حاجه مصنعه بتتعب الامعاء. دي اول خطوه، وقبلها مش هتعرفي توصلي لاي حاجه. تاني حاجه يا ست، كل الاسترس، والله العظيم ما في حاجه مستاهله، والله ما في حاجه مستاهله ان جسمك يقعد طول الوقت في حاله تاهب، انها تحصل له مشكله، ان طول الوقت تلاقي جسمك تعبان. مفيش حاجه تستاهل ده. فحاولي تقللي الاسترس، ابعدي عن اي حد بيوترك، حاولي تنامي بالليل كويس، وهعمل لكم حلقه عن الكورتيزول والاسترس ونشرح كل حاجه ازاي نعرف نعالجها. تالت حاجه، انا قلت لك ان الموضوع فيه جزء كبير جدا مرتبط بنقص فيتامينز معين. اغلب الستات ان ما كانش كلهم في مصر عندهم نقص فيتامين دي، فمهم تاخدي فيتامين دي 10000 وحده. الناس اللي بتقولك 2000 والكلام ده كله ما بياكلش عيش. في حاجه يا جماعه اسمها بايو افيلابيليتي، لما بناخد اي حاجه ناكلها او ندخلها بطننا كدواء، في جزء منها بيروح في الهضم،
وده كمان دواء دهني، فاحنا لو عندنا يعني دواء بيدوب في الدهون، فاحنا لو عندنا دهون زياده في جزء هيروح في الدهون الزياده دي، وجزء بسيط هتستفيدي منه. فال10000 وحده دي هي اللي هتتاخد يوميا. فيتامين بي عشان الاعصاب تكون احسن، اللزقه اللي تحت اللسان خطيره خطيره خطيره. خدي لزقه اللسان هتفرق معاكي قوي، سواء مثال تكنو او ليميتلس، في انواع كتيره جدا. الاوميجا 3 مهم، لان برضو جزء كبير من المشكله دي، انا عملت لكم حلقه عن الالتهابات، اساس المشاكل الكتيره قوي اللي بتحصل في جسمنا هي الالتهابات. فالاوميجا 3 نوع نضيف، نوع مستورد وكويس، هتفرق معاكي قوي وانت بنفسك هتحسي الفرق. مهم جدا كمان تاخدي المغنيسيوم والبوتاسيوم، احنا قلنا في مشكله في تنشنه عضلات في الكلام ده كله، فلازم تاخدي المغنيسيوم والبوتاسيوم، هيساعدك كمان في النوم وهيقلل جدا جدا من تنشنه العضلات. السيلينيوم انا بفضل سيلينيوم اس اي، ده موجود وسعره حلو ب 130، هيقضيك الشهر كله. في مضادات اكسده، والسيلينيوم في حد ذاته بيحسن من انتاج الجلوتاثيون، والجلوتاثيون ده يعني مضاد اكسده قوي جدا وليه وظائف خطيره في الجسم، فلما بيبدا ان هو يزيد هتلاقي الموضوع معاكي بدا. النقطه اللي بعد كده وممكن تحسبيها غريبه شويه، بس انت لازم تفردي ظهرك. بجد يا جماعه مشاكل كتيره جدا بتحصل بسبب ان احنا عاملين كده. افردي ظهرك، شوفي حاجات كتيره هتتحل ازاي. بلس ان في ابحاث اتعملت لقوا ان الوضع الاتب اللي هو الكيفوزيس ده، ان انا ابقى عامله كده، ده بيعمل ديمايلينيشن. يعني ايه ديمايلينيشن؟ الخلايا العصبيه عليها مايلين شيز، تمام؟ ده اللي هو الكفر اللي بيغطي الخلايا العصبيه. الوضع ده كده بيخلي الجهاز العمود الفقري اللي هو فيه الجهاز العصبي كله اساسا بيتفرع فيه، بيخليه يبدا ان الغشاء اللي بره ده يبدا ان هو يتشيل. ودي لو دخلنا فيها كده تقريبا هنخش على الام اس، مرض مناعي خطير، فاحنا ايه يعني، ناخد جنب كده ونمشي عادل. التنفس الكويس، خدي نفس عميق، اكتميه وطلعيه. اتكلمنا ان الموضوع فيه جزء كبير جدا من الاكسده، مشكله الاكسده، فانا محتاجه ان انا اقلل الاكسده دي. هقلل الاكسده دي ازاي؟ ان انا اتنفس كويس، تمام؟ فخدي نفس جامد، احنا ما بنتنفسش ربع النفس المفروض نتنفسه. اخر حاجه او اللي قبل الاخيره، الرياضه. الرياضه الرياضه الرياضه، تمرين اساسي جدا. تمرين بيقلل الالتهابات، بيحسن المود، بيقلل الاسترس بشكل عام، فده هيساعدك جدا في تقليل الالم. النقطه الاخيره، النوم، تنامي بدري. النوم بالليل، مش عايزه نوم بالنهار ما بياكلش عيش، عايزاكي تنامي من 6 ل9 ساعات بالليل. انا بفضل من 7 ل9، عشان احنا كستات جسمنا بيحتاج يرتاح اكتر، مش كل حاجه فرهده وتقعدي ماسكه التليفون طول الليل والنهار ومتعرفيش تنامي كويس. سيبي التليفون قبل ما تنامي بساعه، وادخلي نامي، ونامي كويس، وانت هتشوفي ده هيتحسن معاكي ازاي. نسبة التحسين انت هتحسي من اول اسبوع او من تاني اسبوع، بس عشان تحسي ان اتغيرتي تماما محتاجة على الاقل تلتزمي 6 شهور على الأقل. عايزة اقولك بقى ان من خلال دراستي للتغذية العلاجية انا اكتشفت ان في حاجات كتيرة جدا هي امراض ومهولينها، وهي مجرد ان الجسم بيشتكي ان الجسم مش طبيعي يبقى في الوضع ده فهو بيصوت. اول ما بنحسن الحاجات دي جسمنا عنده قدرة جبارة على ان هو يتعافى ويرجع احسن. انا حاسه بيكي، بس ابدأي خدي موقف وخدي خطوة صح في حياتك، ابعدي عن اي ستريس وابعدي عن اي حاجة هتأذيكي وتغيري عشان صحتك. الفايبروميالجيا ألمها مميتة، مش مستاهلة تعيشي كده وما ينفعش تعيشي كده. طيب دلوقتي انا عملت اكونت تاني اسمه دي ان بي ترانسفورميشنز، انا هنزل لكم عليه التحولات، وهنزل لكم عليه النتائج مع تيبس اند تريكس. يعني في حاجات حصلت مع عميلات سواء في صحة بشرتهم، في صحة شعرهم، في وزنهم، هبدأ ان انا اشاركها معاكم واقول لكم تيبس اند تريكس هيفيدكم قوي. فهسيبه لكم هسيبه لكم في صندوق الوصف، وهسيبه لكم برده في الكومنتات، هتلاقوني منشناه عندي في الاكونت. ولو عايزين تشتركوا معايا ابعتوا لي رساله على واتساب او على رسائل عندي وبس. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.